Audio Jungle. أهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. هنا في جبال الهكار عثروا أخيرا على معدن النار الذي ظل محفوظا بأمان لآلاف بل بالأحرى ملايين السنين في تجاويف الصخور البركانية التي تحتضنها المرتفعات الغربية للهكار. وبرغم الاحتياطيات الضخمة التي عثروا عليها إلا أنها لا تمثل سوى غيض من فيض المخزون الهائل من هذا الكنز المعدني، حيث أن تقنيات الاستشعار عن بعد أكدت وجود مكامن ممتدة لمسافات طويلة على سفوح السلسلة الجبلية يمكن الاستثمار فيها وتحقيق عوائد مالية كبيرة تدعم بقوة نمو اقتصاد الجزائر. إنه معدن بيوتيت أو معدن النار ذو الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية نظرا لخواصه الفريدة واستخداماته العديدة. فماذا عن الكنز الجزائري الجديد المكتشف في سلسلة الهكار الغربي؟ هيا بنا نكشف التفاصيل. من المنظور العلمي ينتمي معدن بيوتيت إلى فئة معادن الميكا ذات الأصول البركانية، وقد أطلق عليه هذا الاسم نسبة لعالم الفيزياء الشهير بيوت الذي كان له الفضل في كشف وشل من بحر أسراره. أما تسميته بمعدن النار فتعود إلى أن نشأته الأولى كانت داخل الحمم النارية المنبعثة من جوف الأرض، ومن أبرز وأهم خصائصه لونه المميز الذي يميل إلى الرمادي مع بريق ولمعان مميزين وسطح انفصام واحد، وتظهر بلوراته تحت المجهر على هيئة كومة مكدسة من الأوراق تتكاثف معا لتكون رقائق من السيليكا رباعية الأوجه تترابط فيما بينها بواسطة إيونات الحديد والمغنيسيوم. ويتسم المعدن بالمرونة العالية وسهولة فصل وطي وترك رقاقاته وعدم القابلية للانصهار وقوة عزله للصوت والكهرباء والحرارة، ومن ثم اتساع دائرة استخداماته التي تغطي كثير من الصناعات ذات الطابع الاستراتيجي كما سنبين بعد قليل. لقد أمكن العثور على منجم كبير يحتوي على مخزون معتبر من هذا المعدن الناري تحديدا في الأجزاء الوسطى من منطقة سيلات الجبلية بالهكار، والتي تقع إداريا في ولاية تمنراست بأقصى الجنوب الشرقي للجزائر. وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت عن البدء في استغلال هذا المعدن من خلال مؤسسة التعدين الوطنية بمشاركة مستثمرين من دول صديقة لديهم خبرات كبيرة في مجال استخراج المعادن وبخاصة من روسيا والصين. يأتي ذلك في إطار سياسة التخلي التدريجي عن التبعية لقطاع المحروقات والتوجه الحكومي للاستفادة من الثروات الطبيعية غير المستغلة، وبخاصة المعادن والأتربة النادرة التي تزخر بها أرض الجزائر، والتي سبق أن قدرها مكتب البحوث الجيولوجية والمعدنية التابع للوكالة الإفريقية للإعلام الاقتصادي والمالي بنحو 20% من إجمالي الاحتياطيات العالمية. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا كل هذا الاهتمام بمعدن النار أو البيوتيت؟ وما الذي يجعله يصنف ضمن المعادن ذات الطابع الاستراتيجي؟ لأنه ببساطة كنز معدني لا غنى عنه في طيف واسع من الصناعات الحديثة. خذ على سبيل المثال لا الحصر تعتمد عليه صناعة المواد العازلة التي تستخدم في الأجهزة النقالة وبخاصة الهواتف الذكية وشاشات التلفزة، وكذلك يستخدم في مولدات الكهرباء، كما يدخل كمادة حشو للتقليل من الاحتكاك في القوالب الصناعية، وكذلك يدخل كطبقة سطحية في صناعة البويات والدهانات
والمواد البلاستيكية. وتجد في صناعة الشحوم وصناعة شموع الاحتراق في السيارات الحديثة، وتمتد استخداماته إلى صناعة البطاريات الجافة طويلة العمر، وذلك باعتباره مصدر رئيس من مصادر الليثيوم. كما يدخل في صناعة الخزف ومنتجات الألمنيوم والمنتجات الزجاجية، وفي صناعة الصمامات المفرغة ودعامات الأسلاك، ويعول عليه لتقليل الضوضاء في محركات الطائرات. ولكونه من العوازل القوية للصوت والحرارة ومقاوم جيد للحرائق، فهو يستعمل على هيئة مفككة أو بالخلط مع الأسمنت والخرسانة المسلحة والمصيص، وذلك من أجل حماية أسقف وجدران البنايات ذات الطبيعة الاستراتيجية. وأيضا يدخل في كثير من الصناعات الحربية الحديثة، مثل أجهزة الرؤية الليلية والرادارات المتقدمة ومنظومات الدفع في الصواريخ البالستية، وكذلك يستخدم في تبطين وتدريع الدبابات والمدرعات والمركبات العسكرية الحديثة. لكل هذا يصنف البيوتيت أو معدن النار باعتباره أحد أهم الكنوز المعدنية التي تتسابق، بل بالأحرى تتصارع عليه الدول الصناعية الكبرى. والاحتياطيات الكبيرة التي اكتشفت منه في سلسلة الهاكار الغربي بأقصى الجنوب الشرقي للجزائر هي ثروة معدنية جديدة تضاف إلى طائفة المعادن والأتربة ذات الأهمية الاستراتيجية التي تمتلكها الجزائر، والتي حتما سيعول عليها كعنصر رئيس من عناصر ثورة التعدين التي تتوجه إليها الجزائر بقوة، ومن ثم تحقيق رؤية الجزائر في التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد الجزائري من مصادر طبيعية غير مستغلة، والانعتاق من التبعية لقطاع المحروقات. كل التقدير والاحترام لحضراتكم، ونرحب بالتعليقات والآراء الجادة التي تحظى منا بمزيد من الاهتمام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.